إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ربنا في سورة النجم عمل مقابلة معناه ده ما عنده أي علاقة بيده، قابل بيناتهم يعني ما في أي علاقة. قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الظن والهوى الكلام ده ما مرتاح له، الشيخ ده ما مرتاح له، شكله ما مريح، شكله كده ما صدق فلان ده شكله مريح كده يعني زول كده ترتاح له يعني الظاهر كلامه صح. عرفتوا كيف ترتاح له كده بس أصلا ده تمشي الجنة بالطريقة دي. أصلا مش لك لأي طيار يقول له والله ماشي دار اركب الخطوط دي صراحة الكابتن ده يعني شكله مريح دار اركب وانت تذكرتك يعني ده مجنون. ده تمشي لي الله بيرتاح لك انت مسكين في راسك. حجج وبراهين ولقد جاءهم يعني الظن داعي شنو. انا بيتخيل لي انه حد الرجم ده بالحجاره بيتخيل لي فيه بشاعه، خليه بيتخيل لي فقد رجم رسول الله ورجمنا وكان فيما نزل على رسول الله وقرأناه والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والله يا جماعه نحن شداد في الدنيا دي. والله لو مشي لك لبيت في الحاره هنا بيت يا اخي بيت العرس وين تخيل لي بيجاي شكرا يا جزاك الله خير خلي ده تخيل لي شو بيت عرس بالخيال ما بتمشي له. عايز تمشي جنه رب العالمين بالخيالات وعايز سعاده في الدنيا بالخيالات والاوهام. جاتك هدايه هذا كتاب الله اسال الله ان يهدي ضال المسلمين. الان الشيلوا بنعيش نحن من انفلات في الامن وكثره الخمور والمخدرات تفشي السلاح بين الناس. الامن هو القران جابوا لنا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك.